طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وأتم تسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن أحداث معركة عين جالوت، وذكرنا كيف قضي على الجيش المغولي بالكامل. قتل في هذه المعركة وسقطت هيبة جيش المغول، حيث انتشرت في الأرجاء أن المغول هم الجيش الذي لا يقهر، وتناقل الناس المقولة المشهورة: من قال لك أن التتار هزموا فلا تصدقه. فسقطت هذه الخرافة. وصلت أنباء هذه الهزيمة مع عدد من الرؤوس التي أرسلها جيش المسلمين إلى هولاكو. هولاكو في هذه الأثناء كان قد انسحب إلى قراقورم. لماذا؟ توفي أخوه وخشي من تشقق داخل الطبقة الحاكمة، فأراد الانسحاب حتى يرتب أوضاع تلك الجبهة. لا نعلم إن كان سيف الدين قطز قد علم بهذه المعلومة الاستخباراتية واستغل هذه الفرصة وزج بكامل القوات المصرية في المعركة لاستثمار هذا الفراغ في المنطقة. هذا الأمر ما عندنا مرجح للإقرار أو للنفي، ولكنه غير مستبعد، حيث علم سيف الدين قطز أن الجيش المغولي ليس بكامل أهبته. إضافة لأمر آخر لم يستطع من خلاله هولاكو أن يرسل الدعم والتعزيز إلى هذه المنطقة، هو إسلام ابن عم هولاكو. أسلم سلطان سمي ببركة خان، وهذا السلطان أسلم قبل عين جالوت. دخل السلطان بركة خان في الإسلام 650 هجرية، معركة عين جالوت 658 هجرية. وعقب ابن خلدون على هذه الواقعة وقال: دائما المغلوب يقلد الغالب، أما في هذه الفترة فدخل الغالب في دين المغلوب. المسلمين في 650 هجرية كانوا يحتلون، وكانت أراضيهم مستباحة. لاحظ المنظومة القيمية الإسلامية كيف تستعصي على الذوبان، حيث حتى دخل الغالب في دين المغلوب. في طريق العودة وبعد أن استقرت بلاد الشام تم اغتيال السلطان سيف الدين قطز. هناك أقوال كثيرة جدا عن اغتياله وعن خلفيات اغتياله وعن الشخص الذي اغتال هذا الإنسان. هناك أيدي كثيرة تشير إلى ركن الدين بيبرس، ومعظم المؤرخين يكادوا يتفقون على أن سبب اغتيال سيف الدين قطز هو أحد أمرين. أما الأمر الأول فهو عدم تولية ركن الدين بيبرس لحلب، كأنه والله أعلم السلطان قطع عهدا لركن الدين بيبرس بأن يوليه حلب إذا انتصروا في معركة عين جالوت. ولكن بعد الانتصار الذي حدث وبعد النكاية التي وقعت بجيش المغول، قد يكون السلطان خشي من تولية ركن الدين بيبرس لحلب، حيث أن هذا القائد المظفر ركن الدين بيبرس له قصب السبق في هزيمة جيش المغول. فلو علم هولاكو لحشد جيوش هائلة وجبارة وهدم حلب، ولذلك قد يكون عزف السلطان عن توليته لحلب. والله أعلم ركن الدين بيبرس فسر عدم التولية أنه إحنا كان في التقاء مصالح، والآن هذه المصالح انتهت، وهذا الرجل طال الأمر أم قصر رح يتغدى فينا أو رح يتعشى فينا، فخلينا نتغدى فيه. وكما ذكرنا سابقا المماليك كانوا يسيئون الظن وكانوا يقتلون بالشك. إضافة لأمر ثاني ذكره المؤرخون، أنه في قائد من قادات المماليك اسمه فارس الدين أقطاي. هذا القائد قتله سابقو قطز، ومنهم من قال قتل بإشراف قطز لخلافات سياسية. وذكرنا سابقا أن رابطة الأستاذية بين المماليك هي رابطة قوية جدا. هذا أستاذ كان، فقتل قطز ثأرا لفارس الدين أقطاي. طبعا بمجرد ما قتل قطز فاستلم الحكم ركن الدين بيبرس. طبعا هذه قاعدة عند المماليك: الذي يقتل هو الذي يستلم العرش، والذي رسخ هذه القاعدة هو استلام ركن الدين بيبرس، أو الذي يغلب
هو الذي يملك العرش. المعز أيبك قتل، ولي ابنه، غلب سيف الدين قطز فنحى ابنه وبقي. بعد ذلك غلب ركن الدين بيبرس فاستلم مكانه. بعد ذلك قلاوون، فالحكم لمن غلب هذه كانت قاعدة عند المماليك. هنا وفي هذه الأثناء وصل لسمع هولاكو جهاز استخباراتي قوي جدا أنه السلطان قتل، وأكيد بعد قتل السلطان رح يصير في عنا تضعضع في القوى، قد يحدث انشقاقات، أكيد ما حيكونوا المسلمين بتلك القوة المعهودة. فبدأ هولاكو بجمع وحشد قوات كبيرة جدا. نحن لحتى نكون بالموقف تماما، هولاكو خسر في هذه المعركة بلاد الشام كاملة، خسر سوريا وخسر لبنان وخسر الأردن وخسر فلسطين، فهو فعليا أكل ضربة قوية جدا. فبدأ يحشد لضربة قوية جدا، سيما أنه قتل السلطان. طبعا هون نحن ما كنا مع الموجودين، ولكن والله أعلم قد يتم تناقل هذه الأشياء. في جماعة قالوا لك أكيد بايعينا، أصلا ركن الدين بيبرس لو ما بده هولاكو أنه يقتلوا قطز ما كانوا قتلوه. هذا الأمر حدث بالتنسيق ما بين بيبرس وما بين هولاكو. في ناس عندها نظرة أنه الأقوياء في العالم هن بيعرفوا أنفاس القادة وبيعرفوا خلجات الخواطر وبيعرفوا مكان كل شيء. وركن الدين بيبرس كان مستلم جديد، وهذا تحدي كبير جدا له، بأنه هولاكو حشد قوة قوية جدا ووصلت إلى مشارف حلب، فأصدر بيبرس أمره بالانسحاب من حلب. لحدا يقاوم انسحبوا، طلعوا جماعة بايعينا مبينة. شفتوا شلون أصلا لما بده هولاكو يستلم بيبرس كان دغري كانوا قاوموا الشباب ليكون انسحبوا سلموها. تحصن المسلمون عند حما، فأصدر بيبرس أمرا بالانسحاب من حما. شفتوا ما قلنا لكم بايعينا؟ لا خالصة الأمور. أصلا هلأ بيبرس هو استلم مشان يرجع الشام لهولاكو، هو اللي حيستقل بمصر وخالصة الأمور. وصلت القوات من حما إلى أطراف حمص، وتحصن المسلمون في حمص. في هذه الأثناء كان السلطان ركن الدين بيبرس قد جهز جيشا جرارا ووصل إلى حمص، وضرب المغول ضربة قاضية لم تقم لهم قيام بعدها. فالشغلة ما طلعت بايعينا كما ذكرنا، كما قال أحد المجاهدين كل الناس في المعارك بتربح وبتخسر إلا اللي احنا بنبيع وبنشتري. إذا فزنا أكيد، إذا خسرنا بايعينا. هذه وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي دول. ركن الدين بيبرس بذكائه العسكري علم أن حلب إذا صمدت هي ستتدمر، ما عندها تلك القدرة على المقاومة. وأنا مشان ما أخسر قوات حلب، وأنا في جيش جهزته وأرسلته، وهذا الجيش بده وقت، فرح نسحبه لعند حما. ما استطاع الجيش أن يصل. احنا ما عم نحكي على تحريك واحد أو اثنين، احنا عم نحكي على تحريك عشرات الألوف ينسحبوا من حما. عم يخسروا، ولكن ما لازم القائد يروح يطرح أفكاره على الكل. أنا عجبتني مقولة سيدنا عمر بن الخطاب لما خرج من سقيفة بني ساعدة وشاف الناس مجتمعة، قال لهم فليرجع صاحب الزرع إلى زرعه وليرجع صاحب المحراث إلى محراثه، فإنما الأمر اليوم لسادة المهاجرين والأنصار. كل واحد جاي بده يتدخل. موقف آخر حدث مع سيدنا خالد بن الوليد عند فتح بلاد الشام. المسلمون قبل معركة اليرموك أخذوا حمص وتقدموا بعد حمص، يعني فعليا أكثر من نصف سوريا كانت مع الجيش المسلم. سيدنا خالد بن الوليد أصدر أمرا بالانسحاب. سيدنا أبو عبيدة كان قد أخذ الجزية من أهل حمص، يعني خلص حمص مع المسلمين. أصدر أمرا بالانسحاب إلى شمال الأردن، يعني هو بده يرجع فعليا نص سوريا، مئات الكيلومترات. شفتوا شلون بايعينا؟ دغري بيطلعوا جماعة بايعينا. واحد عم يسحب جيشه 250 كيلومتر، لا احنا بنموت ولا بنتنازل. بيجوا هدول عقلية المثاليين، نحن ما بنتراجع أبدا. سيدنا خالد بن الوليد سحب قواته بأجمعها إلى جوار نهر اليرموك، وبعد ذلك ضرب الروم ضربة قاضية لم تقم لهم قائمة إلى شمال سوريا. فمو لازم القائد العسكري يروح يقنع كل جندي
يقول له الله يرضى عليك نحن بدنا نساوي 1 2 3 مشان نضرب الروم ضربة قاضية، وسوريا هي أرض منبسطة ولا تصلح لمعركة مع جيش إمبراطورية، فلازم نرجع لهذا المكان لأنه هذا المكان فيه كذا وكذا وكذا. ما لازم القائد يبرر لكل واحد، أصلا تتسرب الخطة وتصل للعدو ويضرب الجيش المسلم ضربة قاضية. عقلية بايعين موجودة دائما. السبب أو نظرية المؤامرة أنه هن بيعرفوا كل شيء وهي أحجار على رقعة الشطرنج، وهن بيحركوا هاد وبيقيموا هاد وهكذا دواليك. هن أشخاص خبثاء بيتدخلوا، ولكن لا يعني أنهم يتحكمون بأنفاسنا. دماغ الإنسان كسول، بيحب يوصل لنتائج بأقل جهد. فتقعد تقول له اقرأ بتحليلات سياسية، واقرأ مقالات، واقرأ كتب، وشوف الواقع السياسي، وشوف الواقع الكذا والواقع العسكري. هي الشغلات بتتعبه، بده هيك حل مختصر. فخلاص كل شيء بدهم اياه خالص. اصلا هن بايعينا، اصلا الامور خالصة، اصلا هن اللي بدهم فلان هو اللي يجي. فهو بده يوصل لتحليل بأبسط المقدمات. مثل ما حكينا دماغ الإنسان يحب الكسل، وبالتالي بيطلع عنا هذه المنتجات التي تكون موجودة بأي مجتمع. يعني إذا مات رئيس بجلطة بيقول لك أكيد هن اللي خلصوا عليه، وإذا واحد انقنص ما شفت شلون هذا انقنص وذاك اللي قبله انقنص ومدري شو صار، فيبلشوا بقى يربطوا لك يا هذا السيناريو تبع المؤامرة. فأنت بيطلع عندك قناعة إنه في مجموعة سرية بسرداب تحت الكوكب عم تدير هي كافة الأمور والملفات. يعني مو لهالدرجة، يعني في هامش مناورة واسع جدا. فضرب المغول ضربة قوية جدا بجوار حمص، ولم يتجرؤوا على الزحف إلى بلاد الإسلام. فالقصة مو بيع وشراء. حتى تحالف بعد ذلك ابن هولاكو مع الصليبيين في زمن الظاهر بيبرس وضربهم ضربة قاضية. هذا السلطان الظاهر بيبرس، هذا الإنسان يعني له من المآثر والإيجابيات الشيء الكثير. طبعا هو بشر يخطئ ويصيب، ولكن له من المآثر والإيجابيات الشيء الكثير. يعني هزم المغول، ثم هزم المغول والصليبيين بعد تحالفهم. فما هذا، وقائد توفي يمكن دون 50 على ما أذكر. لا مو مصري كان في مصر. أسباب النصر في عين جالوت: بداية القيادة الحكيمة. القيادة والواحد يجهز لخطة عسكرية، الأمر مو بهالسهولة. هو بده ياخذ بذهنه الحالة المعنوية للجنود، عدد الجنود، المعلومات الاستخباراتية التي تصل من العدو، بده ياخذ بباله الواقع الاقتصادي، الخطط الامداد، اللوجستيات، بده ياخذ بباله معطيات كثيرة جدا، الواقع المحيط، التحالفات الدبلوماسية والرسائل. وبالتالي كان المجلس العسكري الذي شكله سيف الدين قطز مجلس على درجة عالية جدا من الكفاءة، لدرجة أنه كان يرسل رسائل دبلوماسية لعكا، وكان يرسل تطمينات داخلية، وكان يعمل على الجانب العسكري، وكان يحفز الجانب الاقتصادي مع التشبيك مع العلماء. فكان مجلس يعني أخذ بكامل أسباب القوة والنهوض. طبعا كان في عندهم وضوح في الرؤية. لم تكن الحرب قومية. لو كانت الحرب قومية لدافعوا عن مصر. هم خرجوا إلى فلسطين. الإسلام أولا. وهذا الذي شاهدناه في شعار سيف الدين قطز عندما نزل. ما كان شعاره ومصرا، وما كان شعاره وعروبة، كان شعاره وإسلاما. فالمعركة بالنسبة له واضحة. أيضا سيف الدين قطز من حكمته أنه أخر الصلاة إلى بعيد الظهر. أخر المعركة إلى بعيد الظهر. السبب، لاحظ هذا الرجل رغم أنه أخذ بكامل الأسباب الأرضية، إلا أن هذا الإنسان وجيشه قد أعدوا إعدادا إيمانيا عاليا. قال لهم بهذا الوقت يكون خطباء الجمعة على المنابر، وفي ساعة إجابة في يوم الجمعة، والعلماء يدعون بالنصر للمجاهدين، فعسى أن تشملنا هي الدعوة. فحاولوا قدر الإمكان يعرقلوا جيش المغول حتى تكون المعركة في هذا الوقت. كان يحرص على الشهادة. وذكرنا وقت اجى واحد لعنده قال له انه كيف عملت هيك؟ نزل الى ميدان المعركة حاسر الرأس، فقال اما انا فكنت اروح الى الجنة، واما هذا الدين فقد قتل فلان وفلان وفلان، وعد اسماء من الكبار، عد الفاروق وغيره، وبقي هذا الدين. فكان في عنده حرص على الشهادة، ما كان متمسك بالمنصب ابدا. من اسباب النصر ايضا الجيش القوي، وهذا الشيء رح نلاحظه صار سمة للمماليك. المماليك أسسوا أقوى جيش في العالم في زمانه،
حتى بعض الدراسات تقول 358 ألف أصبح قوام الجيش المملوكي. عرفوا أنه أحد أهم أسباب النهضة وأحد أهم أسباب حماية المشاريع الاقتصادية والتنموية والإغاثية والكهربائية وتبع الطاقة وتبع التنمية هو شو؟ هو العسكرة. ولذلك أقوى جيوش العالم كانت عند المماليك، فأسسوا هذا الجيش. طبعا الجيش المملوكي أصبح أقوى جيش مسلم في زمانه، وكان في عندهم تلازم التدريب القتالي مع الإعداد العقائدي. إذا انفصلوا عن بعضهم البعض مشكلة، كارثة. أيضا تدريب متواصل، حتى قرأت في أحد الكتب أنه كان يلزم قادة الجند، لهم أسماء هن، هذول يلزموا بكتابة كتب معينة حتى يترقوا إلى مستوى أعلى، كتابة كتب بتبسيط أو بفهم أو بشرح استخدامات الأسلحة، ولا يترقى من مرتبة إلى مرتبة إلا بعد ساعات تدريبية معينة وبعد ساعات خبرة معينة. فما كان جيش هيك أنه كم واحد معهم كم سيف وقاعدين عم يحاربوا فيهم، كان جيش منظم ومحوكم. أيضا في عنا عوامل مساعدة، توسيد الأمر لأهله. سيف الدين قطز لا ينتمي إلى المشرب الذي ينتمي إليه ركن الدين بيبرس، واحد مماليك معزية والثاني مماليك بحرية، ومع ذلك علم أن الأكفأ لهذا الأمر هو ركن الدين بيبرس، فوسد له الأمر، علما أنه كان في خلاف بيناتهم، وشاهدنا نتيجة هذا الخلاف بعد المعركة. قتل بيبرس على أغلب الأقوال قطز، فوسد الأمر لأهله. الاستعانة بالعلماء، استعان بهم لإعداد الشعب عقديا كما ذكرنا، واستعان بهم من أجل الجوانب الاقتصادية كما ذكرنا أيضا في مكان سابق. إضافة من الأمور المساعدة في النصر هو استثمار الواقع العالمي. نحن كنا الآن أمام متغير قوي جدا، أنه أحد خانات المغول مات، وهذا الخان رح يصير فيه شرخ الآن بالسلطة، رح يصير فيه تنازع، وهولاكو انسحب مع جزء من جيشه. فهذا هو الواقع الملائم حتى نضرب هذه القوة ضربة قاضية. ولذلك سيف الدين قطز كما ذكرنا أنزل جميع القوات إلى أرض المعركة، حتى المتطوعين. السبب معركة قاضية، نكون أو لا نكون. ولذلك يستعجب الإنسان أو يتعجب الإنسان من سرعة النصر. يعني بأقل من شهر كانوا الشباب وصلانين لشمال حلب. تخيل عملية ردع العدوان تبع المغول، أخذوا فلسطين وأخذوا لبنان وأخذوا الأردن وأخذوا سوريا. وأكيد طبعا هون كانت تنزل تحليلات إنه هن متفقين على هذا الشيء، وهلا هولاكو عم يورطهم لهدول، وهلا شوفوا شو بده يساوي فيهم هولاكو، وهي توريطة، وهو عم يضحك عليهم. واصلا لو ما بده هولاكو كان مدري شو عمل ومدري شو قام ومدري شو حط، وطلع كل هاي التحليلات الخرندعية ليس لها وجود. كما ذكرنا كان في وجود صراعات داخل البيت المغولي، فهذا أدى أيضا إلى النصر في عين جالوت. الإيمان، الجيش كان يبنى عقائديا، وذكرنا سابقا سبب كثافة العلماء في مصر، الإصلاح الأيوبي للنظام التعليمي، إضافة لهجرة العلماء. الوحدة، أصدر سيف الدين قطز قرار العفو العام عن جميع المماليك لخارج مصر، مثل ما ذكرنا كان في خلاف، وعادوا وكانوا قوة ضاربة في هذا الجيش. إحياء روح الجهاد، ذكرنا أنه سيف الدين قطز قبيل عين جالوت بث العلماء في مصر. ما في شيء اسمه سلام مع المغول، هذا السلام أو التطبيع مع المغول أمر غير موجود. هذول المغول كان ينشر الأفكار الموجودة، كيف غدروا في بغداد وكيف غدروا في إقليم خوارزم وكيف. فهذا السلام مع المغول أكذوبة، والطريق هو الجهاد، والجهاد هو الحل. ولذلك هذا كان دور العلماء في تلك الأمة، الإعداد. أخذوا بكامل أسباب النهوض، من تحالفات سياسية، من اختيار وقت المعركة، من اختيار زمان المعركة، من الإمداد وغير ذلك. القدوة، ليذكر في كتب التاريخ أنه لما خرج، نحن ذكرنا أنه كان في معركة في غزة قبل معركة عين جالوت، وهذه المعركة التي في غزة مع الحامية المغولية ضربت المغول ضربة قوية جدا، هن أصلا غير متوقعين لهذا الأمر. معناتها فعليا فلسطين كانت تحت حكم المغول. عندما دخل الجيش المصري بقيادة قطز إلى فلسطين، انثالت عليه جموع المتطوعين، صار يجوا ناس متطوعين معهم سلاح، هذا معه سيف وهذا معه رمح وهذا معه قوس ونشاب. ما هذول كانوا موجودين، وينهم؟
والمغول كانوا موجودين وهذول كانوا موجودين. ليش ما طلعوا؟ الناس بحاجة إلى قدوة، الناس بحاجة إلى عمالقة إيمان. لا يشترط بالمجتمع أن يكون بأجمعه من عمالقة الإيمان، ولكن لا بد في كل مجتمع من عمالقة للإيمان. شو بيساوي هدول العمالقة؟ يحيون الخير في نفوس الناس. قد يكون في واحد متردد، وجود هؤلاء الأشخاص هو الذي يجعل هؤلاء الأشخاص يقدمون. فعمالقة الإيمان على فكرة في كل جيش موجودين، في كل جيش مسلم كان في عنا عمالقة إيمان. هدول الذين يكثرون الخير، يحفزون الناس، يثبتون الناس. بث الأمل، وذكرنا كلام لقطز عن هذا الأمر. الشورى هو جمع مجلس عسكري، ما كان متفرد بالرأي. والشورى إذا قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر شورى، وقبيل أحد شورى، وفي الخندق شورى، وأمور كثيرة جدا. فالشورى أمر أساسي لنجاح المشروع. وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأيضا الزهد في الدنيا. كان قطز زاهدا في الدنيا، ولو لم يكن زاهدا لما خرج إلى أرض المعركة. يعني لو ما خرج هذا السلطان الشاب إلى أرض المعركة، كان حدا لامه زلمة شاب صغير هلأ استلم الحكم. خرج زهدا في الدنيا. رجل باع كل ما يملك حتى استوى مع العامة، ما بقي عنده غير سلاحه وفرسه. هذا رجل زاهد في الدنيا، فجاءته الدنيا. أما عن نتائج عين جالوت فنتكلم عنها بعون الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين.